مستمعي راديو ألفينات، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. راديو ألفينات بيجمعنا دايما بحبايبنا، وبنتلاقى بيكم النهاردة في موسم إذاعي جديد من برنامجكم المفضل سبوتات رمضانية. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم طول الشهر. أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعينا مستمعي راديو ألفينات، ومعاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتات رمضانية. لما العدل يغيب، الظلم مش دايما بيكون ضرب ولا شتيمة ولا أذى باين للعين. أوقات بيكون كلمة، نظرة، أو اتهام، أو قرار اتاخد بسرعة من غير ما نسمع الطرف التاني. الظلم بيكسر حاجة جوانا مش بتبان في الأشعة ولا بتتعالج بدواء. وأصعب أنواع الظلم لما يجي من الشخص اللي المفروض يحميك، لما الأمان نفسه يبقى مصدر خوف. حلقتنا النهاردة عن ظلم من نوع خاص، ظلم أب لابنه، عن كلمة اتقالت في لحظة غضب وعاشت عمر كامل جوه قلب طفل. مش راجل كفاية، جملة من 3 كلمات، لكن تأثيرها كان قوي جدا وعاش العمر كله. آدم كان طفل عنده 12 سنة، طفل هادي بيحب يقعد يرسم وما كانش بيحب الخناقات. أبوه كان شايف إن الراجل لازم يبقى قوي، صوته عالي، ما يعيطش وما يخافش. كل مرة آدم يقع كان بيسمع قوم ما تبقاش ضعيف. كل مرة يعيط ما بيسمعش غير جملة الراجل ما يعيطش. الكلمات دي كانت بتتقال عادي، يمكن من غير قصد أذى، بس كانت بتتخزن. في يوم من الأيام في المدرسة ولد أكبر من آدم ضربه، وآدم مردش، رجع البيت ساكت مهزوم. المدرسة كلمت الأب رجع البيت مولع الدنيا، ما سألش حصل إيه، ما سمعش. كل اللي قاله أنت مش راجل كفاية. الجملة دي عدت يمكن في ثانية، بس جوه آدم فضلت سنين كتيرة قوي. اللي حصل بعد كده إن آدم بطل يحكي، بطل يعيط قدام حد، حتى بطل يرسم. كبر بسرعة، بس مش نضج، كبر خوف. بقى دايما حاسس إنه ناقص ومهزوز، محتاج يثبت إنه راجل بأي طريقة، يمكن بعصبية، بعناد، أو يمكن بسكوت مؤذي. والأب كان فاكر إنه بيربيه. بس بعد سنين لما آدم كبر وبقى أب، وقف قدام ابنه الصغير وهو بيعيط. الجملة كانت هتطلع لوحدها، ما تعيطش خليك راجل. بس سكت وافتكر نفسه وهو طفل، افتكر الإحساس، وقرب من ابنه وحضنه وقال له عيط براحتك. يمكن ده كان أول مرة يكسر سلسلة ظلم اتورثت من غير ما حد يقصد. الظلم مش دايما بيكون متعمد، بس أثره دايما حقيقي. احنا هنا عشان نقول قبل ما نحاسب لازم نسمع، قبل ما نحكم لازم نفهم. الكلمة من أب ممكن تبني ثقة أو تزرع شك يعيش عمر كامل. خلوا بيوتكم أمان مش ساحة محاكمة، عشان يمكن الكلمة اللي هتقولها في لحظة غضب يفضل ابنك أو بنتك شايلها طول العمر. انت بتبني إنسان أو بتهده. قبل ما تتهم ابنك إنه هو مش راجل، وقبل ما تكسر عينه، اسأله، اسمعه، احضنه، وبلاش تظلمه. الظلم لما بيجي من أقرب الناس بيبقى عامل زي السكينة اللي بتذبح بدم بارد. وافتكر دايما كمان إن دعوة المظلوم مش لازم بالكلمات، ده بالإحساس. وكفاية قوي إن ربنا بيحس بظلم كل إنسان. دعوة المظلوم مش بس بتوصل، دي بتستنى اللحظة الصح عشان كل واحد فينا يتحاسب عليها ويحسها ويعيشها زي ما عايشها الغير. أعزائي مستمعينا مستمعي راديو ألفينات، وبكده خلصنا حلقة النهاردة، مستنية تعليقاتكم وآرائكم لحد ما نتقابل الحلقة الجاية، وبتمنى لكم
سحور لذيذ.